Non، non، ماهوش antibiotique ماهوش un produit اللي la bactérie باش تعمل une résistance. بالعكس فما une expression متاع Gabriel Marquez qui dit age has no reality except in physical world. معناتها كان ما فماش علامات الشيخوخة اللي يظهروا في وجهنا رانا ما نفيقوش اللي احنا قاعدين نكبروا والوقت قاعد يقدم. بصفة عامة هذوما les étapes 10 étapes في سكين كير روتين انا ضدها تماما. دو توت فاسون لو برودوي اللي باش تستفاد منه هو البرودوي الاول، باقي الكل طيش في الزبل. فما نساء اللي خاصة تغلبهم نمط الحياة وتغلبهم الدنيا، تجيك في عمر ال40 وقتها سي بون كي تغزو روحها للمراية الغيد موجودين، علامات الشيخوخة، تصبغات وغيره. انا اصلا الباسيون ماهوش متقلق من تجاعيد، مانيش باش نفرض عليه يعمل حصه متاع تجميل، هو مرتاح في نفسيته في شخصه سي نورمال. وقت اللي تعمل انك تستيتيك شنو يصير؟ انت تمشي الفيلم اللي ماشي القدام تعمل له بوز، مهم. تعمل بوز تقف غادي. دونك هوني نحس الناس ضايعين كيما قلنا يشوفوا في 10 ستيبس واكثر خاصه في التوا الكوريين سكين كير وغيره، الناس ولات ضايعه ما عادش تعرف شنو تستعمل فيلر ولا سكين كير روتين. ليكران سولير في تونس يفيدنا كان في الشتاء، في الصيف وحده سي با سوفيزون. دكتورة فريال من أول لي سبورترز ليا والسكين بالعربي، مرحبا بيك في حلقة جديدة، فرحانة برشا اللي انت معايا اليوم. وانا زاده فرحانه برشا، ديما لي زيشانج نتاعنا محلاهم على الاخر و تري انتريسون اي فركتو ان جينيرال. وإن شاء الله باش نعملوا فيديوهات أخرين إن شاء الله بقدرة ربي باش نحاولوا نفيدوا الناس، وكل مرة نحكيوا على سوجي كيما اليوم باش يكون نتصور يمس الناس الكل من 25 حتى ل 60 سنة، خاصة النساء. النساء وانتوما اقعدوا معنا لاخر الحلقه باش تستفادوا برشا، وما تنسيوش باش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديدنا الكل. دكتورة حبيت نبدا الحلقة اليوم بفيديو فايرل، ديجا انت بارتاجيتها وانت تبارك الله ناشطة برشا على وسائل التواصل الاجتماعي، ويلقاو اللينك نتاع الصفحة نتاعك في الديسكريبشن. الفيديو هذه تورينا الهوس بسكين كير روتين، نلقاو 10 ستيبس واكثر، نلقاو عباد تلبس حاجات بيزاغة على الاخر كيما قاعدين تشوفوا في الفيديو. شنو رايك في السوجي هذايا؟ معناها للناس اللي ما تعرفش رايك اللي حكيت عليه ديجا في الفيديو، احكينا عليه لهنا، نحبوا نعرفوا اكثر باش ندخلوا بشويه بشويه في صلب الموضوع. انت الكلمه قلتها هوس. دونك تو لي جينيراسيون جدد تحسهم ياسر مهتمين بالصوره نتاعهم هما، اللي هي حتى انسان، حتى انا هاني ديرماتولوج وعندي دي بتيت امبيرفكسيون عادي، فما انسان، فما حتى انسان عنده ان سكين بارفيت، به هو هوس. دونك انا بصفتي كطبيبه مختصه في العياده يجوني كان العباد اللي عندهم مشاكل بكثره استهلاك المواد اللي هما سي دي برودوي شيميك، مواد كيميائيه، يستعملوا الاولى الثانيه الثالثه وماسك وباندو، يستعملوا برشا حاجات اللي يخليوا يوليوا يجيوني للعياده خاطر عندهم دي بوسي داكني، خاطر عندهم حروق، خاطر عندهم ديزيريتاسيون دو لالرجي دو ليكزيما. سي نورمال وين تكثر المواد الكيميائيه وين لي ريسك نتاع التاثيرات الثنائيه تزيد. دونك بصفه عامه هذوما لي زيتاب 10 étapes في سكين كير روتين انا ضدها تماما. دو توت فاسون لو برودوي اللي باش تستفاد منه هو البرودوي الاول، باقي الكل طيش في الزبل. كنا نحكيو على الاكستريم تاع 10 ستيبس واكثر والحاجات اللي فريمون تري بيزار، نلقاو زاده في الجينيراسيون الجديده جين زيد وجين الفا اللي هما فريمون ستيل وايلد اند فري نسميوهم، اللي مسيبين كل شيء، شعر الزائد، مخلين كل شيء او ناتوريل. ونتصور زاده دكتوره فما نساء اللي خاصه تغلبهم نمط الحياه وتغلبهم الدنيا، تجيك في عمر ال40 وقتها سي بون كي تغزو روحها للمرايه الغيد موجودين، علامات الشيخوخة، تصبغات وغيره. شنو هما الحلول للنساء هذوما اللي نحكيو عليهم توا، وشنو رأيك كيف في الموضوع؟ بالنسبة لعلامات الشيخوخة فما une expression متاع جابرييل ماركيز qui dit age has no reality except in physical world. معناتها كان ما فماش علامات الشيخوخة اللي يظهروا في وجهنا رانا ما نفيقوش اللي احنا قاعدين نكبروا والوقت قاعد يقدم. دونك علامات الشيخوخة هي وعي. فما ناس ما تقلقهاش علامات الشيخوخة، فما ناس تقلقها موينمون، دونك تعمل دي بتي زاكت استيتيك، تعمل دي سكين كير، وفما ناس ما تعمل حتى شيء، وفما ناس كما قلت انت تدخل في الهوس. دونك هذيك نوع من الوعي.
جينيرالمون. دونك اللي ما يتقلقش، انا اصلا الباسيون ماهوش متقلق من تجاعيد، مانيش باش نفرض عليه يعمل حصه نتاع تجميل، هو مرتاح في نفسيته في شخصه، سي نورمال. دونك ويلزمنا نعرفوا اللي لي زاكت استيتيك اللي نعملوهم بور افوار ان ايفي دو راجونيسمون، نحسبوا اللي علامات الشيخوخه ولا الشيخوخه هي بيدها سي كوا. عندنا ان فيلم ديما ماشي بلاي، تتفرج على فيلم نتفليكس تحطه بلاي ديما يمشي لقدام. وقت اللي تعمل انك استيتيك شنو يصير؟ انت تمشك الفيلم اللي ماشي لقدام تعمل له بوز، اهم. تعمل بوز تقف غادي، تنجم توخر التالي avec des actes esthétiques plus approfondis. mais une fois تعمل بوز البرودوي يقعد 6 شهور، يقعد عام، يقعد 3 سنين. une fois وفى مفعوله ماكش باش تولي اخيب من قبل، بالعكس خاطر انت وقفتوا الفيلم هذاك. اون فوا يوفى المفعول تقوش عليك حطيت بلاي، تعاود وين عملت بوز ترجع بلاي، يبدا يقدم ويزيدوا علامات شيخوخه اخرى. مي دون تو لي كا كي تعمل بعد نقولوا عامين 3 ديما المنظر نتاعك يبدا خير من اللي كان ما عملت حتى شيء. هوني نحكيو ديما أنا شعاري نقول لهم الوقاية خير من العلاج، وهوني باش نحكيو دكتورة برانسيبالمون في الباقي نتاع الحلقة على برانسيب اكتيف وعلى الديرمو كوسميتيك على سكين كير روتين أكثر من لي زاكت استيتيك. هذاك لي زاكت استيتيك ضد الشيخوخة لازمهم حلقة وحدهم أكيد. مهم. دونك هوني نحس الناس ضايعين كيما قلنا يشوفوا في 10 ستيبس واكثر، خاصه في التوا الكوريين سكين كير وغيره. الناس ولات ضايعه ما عادش تعرف شنو تستعمل. هذاك علاش باش نتعداو ديريكتومون لي روبريك اللي يحبوهم كي سون انتراكتيف. دونك باش نبداو بالروبريك الاولانيه اللي هي الاس او اس دي ام، اللي هما مساجات تجيونا على الخاص وانت باش تجاوبهم هكا مم. بطريقه سهله وبسيطه. اوكي. داكور بيان سور. السؤال الأول دكتور يمس حتى البنيات اللي راهو في عمر العشرينات وكل، تقول لك قد ما نعمل نحس وجهي ديما مدخن. الكلمة اللي نسمعها أكثر حاجة يعني تاغن هكا وشاحب. شنو هو الحل في سكين كير روتين؟ الحل أول حاجة تتسائل علاش وجهها مدخن. تعرضت برشا للشمس، ما شربتش بزايد ماء، alimentation déséquilibrée، ما تمارسش الرياضة. دونك أشعة الشمس بصفة عامة نلوجوا على السبب الأساسي اللي يخلي ولا تتكيف مثلا يخلي الجلدة مدخنة. ومن بعد تنجم تستعمل دي برودوي كوسميتيك يلزم ديجا une bonne hydratation interne et externe. تنجم تستعمل par exemple des dérivés de vitamine C، شربان ودهنان. معناتها une bonne hydratation، un bon équilibre alimentaire. معناتها la prise en charge نتاع الجلدة المدخنة بين قوسين باطنية وخارجية. السؤال الثاني أكتيف نسمع عليه برشا توا اللي هو الغيتينول. تقول لك أنا خايفة بشرتي حساسة وخايفة باش نستعمل غيتينول، سورتو كو قاعدين يراو في ناس وجوهها قاعدة تتحرق وتتهلك من الغيتينول. Scientifiquement parlant, le rétinol من أكثر produit qui a vraiment un effet anti-ride. D'accord. وفي الريتينول فما des dérivés rétinal, rétinaldéhyde, isotrétinoïne, acide rétinoïque, des dérivés. وين le produit يبدأ باش نبسطها يبدأ البرودوي خفيف، تأثيرات الثنائية أقل، أما يعطي مفعول طول المدة. وين لو برودوي يبدأ مثلا نقولوا رزين كونسنتري ولا لو برودوي بروت، وين يعطي مفعول أكثر، أما فما تأثيرات ثنائية أكبر شوية كيما الشياح، الاحمرار، un peu d'irritation اللي الناس كل تعرفها. Donc pour une jeune qui veut commencer un traitement à base d'acide rétinoïque en général، يلزمها تبدأ بالأخف باش بشوية بشوية تبدأ par étape، مثلا 2 fois par semaine، ومن بعد ليلة بليلة، ومن بعد تولي كان ما عندهاش تأثيرات ثنائية تولي كل ليلة لو temps que la peau elle s'adapte. بصفة عامة لي برودوي كوسميتيك الكل، لي سكين كير روتين وكل، يبنتر 1 à 2 mm في الجلدة pas plus. وجلدة سمكها 3 à 4 voire des fois 5 mm quand elle est épaisse. donc le produit اللي باش تحطه هذاك علاش ما نحبش لي زيتاب اللي من بعد، تحط juste une petite quantité وتطول في المدة. bien sûr une femme plus âgée ماهيش باش تبدا بالريتينال الخفيف، تبدا par exemple un produit un peu plus concentré مع des précautions تاخذهم باش يبدا المفعول باهي من غير تأثيرات ثنائية قوية. نجم تبدا بالبورسنتاج الصغير وكل مرة تبدا تزيد تطلع شوية في البورسنتاج. توا المارشي تبارك الله معناه تري ريش موجود. ليسونسيال نقول لنا نختاروا لو برودوي ادابتي وما نتبعوش الترندز على السوشيال ميديا. بعد راسينا نصرفوا لو بلوس عند
لو ديرماتولوج. أكيد. السؤال اللي من بعد باش نقعدوا نحافظوا على الغيتينول في الروتين نتاعنا ونحبوا نزيدوا الفيتامين سي، اسكو نجموا نستعملوهم مع بعضهم وقول لنا كيفاش نجموا نستعملوه. مع بعضهم ça dépend. أنا بصفة عامة من les adeptes متاع نستعمل un produit un soir, un autre produit un autre soir et un produit le matin. Donc من المستحسن ديما في السكين كير روتين تحط شوية من البرودوي طول في المدة. مثلا تحب تستعمل فيتامين سي استعمل فيتامين سي صباح وغيتينول في الليل et puis éventuellement une crème hydratante à l'acide hyaluronique ولا céramide ولا tous les produits hydratants اللي موجودين. بالنسبة للفيتامين سي العديد من الناس يقول لك لا ما نحطهاش الصباح alors que هي بالعكس pour son effet puissant antioxydant يتحط في الصباح. أما على شرط bien sûr تحط وراه une crème solaire خاطر il va lutter contre les radicaux libres وما يخليش علامات الشيخوخة تبدأ مبكرة ولا جلدة تولي تيرني فاتيجي. السؤال الأخير، أنا عمري 25 سنة وبداو لي ديجا لي غيط من عمر حتى ال20. دونك الحالة هذه نشوفوها برشا، كيفاش نجموا نفسروها دكتور وشنو نجموا ننصحوه؟ بالنسبة للفييسمون فما زوز عوامل، عامل باطني فاكتور انترانسيك وعامل خارجي فاكتور اكسترانسيك. لي فاكتور انترانسيك هما أكثرية هي الوراثة. معناتها الوراثة فما عائلات جلدتهم elle a tendance تكبر رفيسة وفما عائلات اللي ils ont tendance à vieillir de façon plus ralentie. هذه مربوطة بالعوامل الباطنية. العوامل الخارجية essentiellement بخلاف التغذية بخلاف التلوث البيئة بخلاف التدخين وكل. فما الشمس اللي هما les UV أكثر عامل ينجم يأثر على الجلدة. 80% من les signes de vieillissement اللي يظهروا ناتجين عن الشمس. دونك 20% الأخرين تسمى حكاية فارغة. وبالنسبة للي جون ان جينيرال ماذا بيا أنا نعالج العوامل الباطنية لاكتيفيتي فيزيك لاليمونتاسيون إكيليبري عدم التدخين و ان ميم طون نجمو نبداو حسب نوعية الجلدة. جلدة شايحة إدغاتاسيون سيراميد أسيد هيالورونيك. جلدة بداو فيها دي بتيت ريدول نجمو كيما قلنا بكري نبداو بالغيتينول هكا اللي خفيف. اي سورتو بيان سور بيسكو 80% من لي سين دو فييسمون أنا نمبر 1 أنتي ريد هو لا فوتوبروتكسيون اللي هو ليكران واقي الشمس شيميك اللي هو لي كريم اللي نحطوهم والمظله بيان سور هذيك ما ننساوهاش. ونقولوا احنا توا واقي الشمس ل 12 شهر في تونس على خاطر طقسنا على طول مشمس في تونس. اكيد ليكران سولير في تونس يفيدنا كان في الشتاء. في الصيف وحده سي با سوفيزون. لازمك تلبس شابو مراية شمس ما تخرجش في الأوقات وين تبدا الشمس حارة معناتها وتبدا حتى في التصرف متاعك تمشي في الظل ديما تهبط الوحدة متاع الكهرباء معناتها فما دي كومبورتمون ما يخليوش الشمس تزرق في وجهك. روبريك اول مره باش نعملها ما هي انسبيري من لي فيديو نتاعك الحقيقه اللي هي this or that. اوكي نخيرك بين زوز خيارين وانت تختار وتقول لي علاش. سيروم او كريم؟ سيروم خاطر لي زاكتيف سون بلوز افيكاس. احماض الفواكه او الغيتينول؟ الحقيقه الغيتينول. احماض الفواكه ايفونتويلمون بور لي في بوكو بلو جون. واقي الشمس او اسيد هيالورونيك؟ يا ودي واقي الشمس من غير نقاش. بلوس بالنسبة لي سي لو بلوز امبورطون افي انتياج. حتى لا فيتامين سي ولا لي زانتيريد تحب تكبر البوتنسيال نتاعهم وتقوي مفعولهم استعمل ليكران تو الفاعلية تولي أقوى. فيلر ولا سكين كير روتين؟ فيلر بور لا رابيديتي و سكين كير روتين بور لانتروتيان. ليكسفولياسيون دوس اللي هو التقشير الخفيف والا الترطيب؟ ترتيب اليومي خاطر ما فما حتى برودوي يبدا افيكاس من غير ترتيب. دكتورة احنا قلنا باش تكون انتراكتيف سامباتيك كيف كنتي تبارك الله روحك خفيفة. دونك الروبريك يس اور نو باش نعطيك هذايا باش نسألك نعطيك معلومات وانت تقول لي يس اور نو وتفسر لنا علاش. باهي فما معلومة ديما نسمعها تقول لي لازمني نبدل سكين كير روتين خاطر كيف البشرة تستانس تولي انيفيكاس كيف لي شامبوان للشعر. Non, ماهوش انتيبيوتيك ماهوش ان برودوي اللي باش لا بكتيري باش تعمل اون ريزيستانس. بالعكس استعمال السكين كير روتين باش تلقى الفاعليه نتاعو بطول المده وين تطول وين يعطي مفعول. حتى ليكران راهو سي با باسكو تستعمل ليكران ديما مده طويله يلزمك تبدل. ديما البنات يقولوا لي بدل لي خاطر ما عادش يحك فيا كما يقولوا لي لي جون. مي نو هو عنده ان effet barrière الى ان effet local instantané ماهوش باش تعمل ريزيستانس لو برودوي. دونك نو.
المعلومة الثانية المنتج كان ما عطاش مفعول من بعد أسبوع يعني inefficace ماهوش نافع. non. هو باش يعطي مفعول تحب له يبدا efficace بعد جمعتين. وتجيني راهو تجيني لا question في بالهم في جمعة لازم باش يلقاو effet. يا ودي لا، جمعتين يبدا يعطي المفعول، عمل 3 شهور 6 شهور كان لزم عام، وتحب انتياج اقعد على طول استعمل البرودوي دونك نو. لاكتيف ستار اللي بكري قلنا احنا الترتيب لازم يكون ديما موجود اللي هو لاسيد هيالورونيك. يعطي مفعول فوري فقط خاطر جوست يرطب البشره يعطينا الاحساس الترتيب اللي من برا فقط. وي اي نو. خاطر فما حسب البوا موليكولير نتاع لاسيد هيالورونيك فما يقعد سطحي وفما يبينيتر ان بو بلوس مي دان تو لي كا سا بينيتر با بلوس كو 2 1-2 ملم quel que soit le produit. اصلا كي إذا تحب تعمل فاعليه نتاع لاسيد هيالورونيك في البشره يلزم يدخل للداخل بالليزانجيكسيون مثلا، خاطر وين موجود الكولاجين، وين موجود لو رونوفيلمون السيلولير، وين موجود لو رونوفيلمون نتاع الجلده ولا ليفي انتي ريد موجود ان بروفوندور 3 à 4 ملم. دونك السطحي عنده فاعليه حسب لو بوا موليكولير، دونك تنجم تستعمل ان او دو برودوي، واحد يبقى بينيتري ان بو ان بروفوندور وواحد يقعد سطحي، علاش لا. في الصيف ماذا بينا نوقفوا على استعمال لي زاكتيف القويين كيما الغيتينول واحماض الفواكه. Oui, un petit oui, خاطر bien sûr إحنا باش نمشيو للبحر باش on va s'exposer beaucoup au soleil، كان نعرفوا رواحنا ما نجموش نحميو جلدتنا بالباهي ونبعدوا على الشمس ماكسيموم، ماذا بينا لا. أما كي تبدا الجلدة عندها مدة تستعمل في لي برودوي وأنت إنسان واعي وتعرف كيفاش تستحفظ على جلدتك اللي أنت تحب أن في انتياج، دونك tu es obligé تستحفظ تستحفظ من الشمس، دونك تنجم tu l'utilises mais à toute petite quantité ولا تنقص الفريكانس. فما ناس يقولك نخاف من استعمال لي زاسيد دو فروي كي يراو كلمة اسيد دو فروي على سكين كير روتين يهربوا خاطر ماشي في بالهم باش تعطيك الليفي هذاك اللي نشوفوه في استعمال لي بيلينغ نتاع العيادة. Il faut savoir que les acides de fruits الموجودين في les gels nettoyants ولا في les mousses nettoyantes ولا في certains produits, tout dépend de la concentration, le pH نتاعهم ماهوش كيما les peelings اللي يتعاملوا dans un cabinet, dans un cadre médical. معناتها فما concentration, فما pH, فما la composition du produit. اللي في البيلينغ صحيح يتعمل avec un médecin. أما les acides de fruits موجودين dans les petits gels nettoyants, c'est une petite exfoliation douce تتعمل بسياسة مثلا مرة في الليل كهو مش مرتين، وما فماش علاش يخافوا منهم خاطر سي با ان فري بيلينغ تو كونت في دونك باش يعطيونا افي ا لون تيرم ا كل لون يوم تيرم. باش تصير هكا كيما التقشير اكزاكتومون. السطحي ومن بعديك ا لون تيرم باش حس اللي وجه يضوى وكل ولي بيلينغ في العياده نخليوهم للي كاز اكستريم اللي نتوما Avec des تعرفوا. précautions قبل peeling, pendant le peeling ou بعد peeling. Ou à long terme avec les petites exfoliations. احنا حاجتنا بالجلدة تعاود اللي تعمل كي التقشير الصغير، اما انت اللي ما يفيقوش بها الباسيون ما يفيقش بها يبدا يغسل ماهوش فايق بها، من بعد طول المدة يولي المفعول يظهر à long terme. Donc ما تخافوش من les exfoliants doux dans les mousses lavantes. ميرسي بوكو دكتورة، معلومات ياسر خفيفة ونتصور باش تنفع الناس الكل، وهذاك الهدف الحقيقة من الحلقة هذه باش يفهموا أكثر على لي زاكتيف ولي سكين كير روتين. بي كان نلخصوا اللي كنا نحكيو فيه الكل، كيفاش نجم تكون عندنا سكين كير روتين افيكاس باش نجموا نقاوموا علامات الشيخوخة كيما التجاعيد والتصبغات وغيره. بالنسبة كان نحط un classement هكا، أول حاجة même niveau 1 écran et j'insiste، معاه hygiène de vie ça c'est sûr، من بعد rétinol numéro 2، numéro 3 au même niveau vitamine C et les produits hydratants acides hyaluroniques céramides etc. et numéro 4 les acides de fruits اللي نجموا يعاونونا برشا باش نقاوموا علامات الشيخوخة. شكرا دكتورة على حضورك معنا، نورتنا. يعطيك الصحة، ميرسي حلقة à toi. خفيفة كما العادة، وإن شاء الله أنا نتصور احنا ديما نحاولوا نحكيو اون جينيرال مي كل موضوع وحده نجموا نعملوه في حلقة أباغ. نشوفك في حلقة جديدة مسكين بالعربي إن شاء الله. إن شاء الله. ميرسي beaucoup وفاء، ميرسي infiniment. وانتم مشاهدينا شكرا على وصولكم معنا لآخر الحلقة. قولوا لي ان كومنتير شنو هي المعلومة اللي صححتوها من بعد حلقة اليوم. شكر خاص لدوزين فارما على ثقتهم فينا، وأسرار البشرة اللي كنا نحكيو فيهم الكل موجودين عندهم في الجام ديرماسوتيك، الجام اللي عندها أكثر من 20 سنة في مجال العناية بالبشرة، ونلقاو عندهم لاين كبيرة من تفتيح تقشير ترتيب وقاية من الشمس وغيره، وتلقاو منتوجاتهم الكل في لي فارماسي إلي بارا فارماسي في تونس الكل.